علق رومان سايس لاعب منتخب المغرب على الخسارة أمام جنوب إفريقيا وتوديع أسود الأطلس منافسات بطولة كأس إفريقيا 2023. وودع منتخب المغرب بطولة كأس إفريقيا من دور ال16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء بهدفين دون رد. وقال سايس خلال تصريحات عبر قناة بي إن سبورت: أريد أن أفهم لماذا ألغي الهدف الذي سجلناه في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. لا يوجد تسلل، والحكم يرفع الراية. بعد ذلك يأتون قبل البطولات ويتحدثون عن التحكيم ويعطون التفاصيل، لكن صراحة في فترة ما يجب أن نتوقف عن أخذ الناس على أساس السذاجة. نحن نرى أشياء كثيرة تتغير، في بعض الأحيان يتركون اللعب وبعض الأحيان يعتبر خطأ. وثانيا، أظن أن الفرص كانت متاحة لنا لكي نفوز، ليس فقط ركلة الجزاء، كانت هناك فرص أمام المرمى وكرات ثابتة لم نكن فعالين كفاية، وعوقبنا بعد ذلك. وهدفهم الثاني مضحك بالنسبة لي، لأننا حاولنا أن نعدل وتقدمنا للأمام. وعلى كل حال يبدو أن هناك مجال للتحسين في هذا الفريق، يجب أن نواصل العمل.